لازم النادي يلف ويروح للاعب الاول والوكيل يروح النادي وبعد كده للاعب والنادي يكون اخر من يعني. انا يمكن عانيت من الموضوع ده. المفروض ان انا اي نادي عايز لعيب من نادي لسه مقيد في النادي اتصال ملوش بالنادي. تمام. خلص مع النادي الاول. اللعيب ده في النادي عنده سنه سنتين ثلاثه ايا كان، روح للنادي واتكلم معاه مباشر. تمام. انا الموضوع ده تعبني السنه دي في الفتره الانتقالات الشتويه، لان اكتر من نادي كلموا ولاد عندي وشغلوا الولاد وفي الاخر طبعا ما فيش حد اتحرك يعني، وكان كل الموضوع ان هو بيشغله علشان يشتت فكره عشان يبقى فيه يبعدوا عن التركيز. طيب انا هقطع كلامك. معايا على التليفون الاستاذ مرسي سرحان نائب رئيس نادي المريخ البورسعيدي. مساء الخير يا كابتن مرسي. مساء الخير يا فندم. تحياتي وتحيات ضيوف لحضرتك. ضيوفك الجميله. اشكرك. انا شايف البرنامج من دقيقتين، كابتن الكناني المدربين الكبار والكابتن اشرف رئيس نادي كفر الشيخ. طبعا معروف الراجل ده بقدراته وبجدعنته وماشي في خطه ثابته في نادي كفر الشيخ. اكيد. قول لي ايه مشكله مصطفى جعفر بينكم وبين نادي المقاولين العرب؟ ايه اصل الحكايه وايه اللي هتتم فيه؟ مصطفى جعفر جه في بدايه شهر يناير وقال عايز اروح اتحاد الشرطه، والكابتن علي غيث كلمنا فقلنا لمصطفى اهلا وسهلا روح يا كابتن مصطفى. رجع مصطفى جعفر في كلامه تاني وقال لا انا عايز افضل معاكم لان انا بحب بورسعيد وبحب نادي المريخ. وافقنا وعملنا التعاقدات بتاعه يناير على اساس ان مصطفى جعفر بقى معانا. في يوم 28 الساعه 8 مساء فوجئنا بتليفون من مصطفى جعفر بيقول لنا وكيل اللاعبين بتوعه واداري من نادي المقاولين جايبين شيك ب 150,000 جنيه وجايين ياخدوني. فطبعا شيء غريب جدا. اولا باتفاق مع لاعب، ده واحد. ثاني حاجه يا نادي المقاولين العرب انت باعت شيك بتحدد قيمه اللاعب وبتحدد قيمه التعاقد مع اللاعب وتتفق مع اللاعب، فانت رئيس نادي المقاولين العرب. فانا على الفور اتصلت برئيس النادي الكفء جدا اللي فعلا مصطفى جعفر الراجل ده واقف مع مصطفى جعفر وفاه كبيره، والعلم ان مصطفى جعفر بيحب رئيس النادي جدا 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 ومنصاغ اليه في كل حاجته، وهو مش حاشي عن مصطفى جعفر اي حاجه. ففوجئت من الساعه 12 بالليل الاستاذ بتاع المقاولين العرب جاي بيقول ايه؟ بيقول انا عايز اجي اقابلكم 12 بالليل، 12 بالليل وبكره اخر ميعاد مش فين. طب قول لي ده كلام ناس عقلاء. اما يجي الساعه 12 بالليل يجي شيك هنقابله الساعه 12 بالليل ازاي؟ وهنجمع مجلس اداره الساعه 2 ناخد قرار. لو مصطفى جعفر جاب الراجل ده او نادي المقاولين اتصل مجرد اتصال كنا وافقنا على طول على الفور. احنا ما بنحسش عن رجالتنا او اولادنا لان مصطفى جعفر لاعب كويس ولاعب محترم ما بنحسش عنه اي حاجه. لكن يا نادي المقاولين العرب هل يعقل نادي المقاولين العرب بطل كاس افريقيا؟ طيب يعني استاذ مرسي المقاولون زي ما بنقول لم يطرق الباب من الرسمي او يعني من جهته الرسميه والشرعيه. طيب قول لي ده بعد اداري الساعه 12:30 بالليل. طب كابتن مرسي مصطفى باقي مع المريخ. مصطفى باقي مع المريخ. مصطفى جالنا والحمد لله مصطفى من اللعيبه الكويسه اللي عايز يحتضننا، والكابتن احمد جوهر بيحبه جدا لان احمد جوهر فعلا ليه انجازات جدا في نادي المريخ وعايز فعلا يعمل حاجه حلوه لمصطفى. وهو قال لمصطفى في اول السنه الجديده شوف انت عايز تروح فين. احنا ما بنقفش في مصلحه ولاد. بس كده خلاص يعني فتره الانتقالات الشتويه يبقى مع بدايه الموسم الجديد. لا خلاص مصطفى جعفر باقي معانا. اشكرك. واذا كان عايز يمشي ما يحوش عنه اي حاجه يمشي في شهر 7. وانا اعتقد ان في اجتماع بين الاخين مصطفى جعفر والكابتن احمد جوهر في خلال 48 ساعه قادمين. اشكرك كابتن مرسي سرحان نائب رئيس نادي المريخ البورسعيدي. سريعا